السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناه شوات العملي وليلى. اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم كفكره لعشاء سريع. فغادي نعملوا سندويتشات بالتوست والبيشاميل، كيجيو رائعين بزاف، كيجيو بنان وسهلين. كنحضروهم بسرعه، كنتمنى انكم تجربوهم، غادي يعجبوا لكم، خصوصا اللي عندهم الاطفال اكيد غادي يعجبوا لهم بزاف. اذا فقبل ما نخليكم مع الطريقه، كنتمنى من البنات اللي مازال ما اشتركوش في القناه يشتركوا، وحتى اللي كيشوفوا القناه لاول مره يضغطوا على زر على الاشتراك. اذا فنخليكم مع الطريقه على بركه الله. اول حاجه كنبداو بها هي البيشاميل. فبعد ما كنسخنوا المقله كنديروا فيها ملعقه كبيره من الزبده اللي كندوبوها، وغادي نضيفوا 4 ملاعق من دقيق القمح بنخلطو. غادي نخلطهم مزيان مع الزبده حتى كتذوب ليا الزبده مزيان وكيتجانسوا مع بعضياتهم. بعدها غادي نضيفوا 200 ملي من الحليب بدون دسم. هنا واخا تكور لكم دقيق ما تخافوش، تبقاو تخلطوا فيه حتى كيذوب كامل. وغادي نضيفوا ورقه سيدنا موسى وفص من الثوم اللي كنقسموه على جوج باش كيطلق النكهه مزيان. هنا كنبقاو نخلطوا غير بشويه وكنقصوا البوطه على يعني كنديروا مهيله على نار مهيله، كنحطوا على نار مهيله. هنا غادي نضيفوا ملعقه صغيره من الموطارد وكنخلطوهم، يعني ما كنبعدوش عليها نهائيا باش ما تلصق ليناش. بعدها غادي نضيف شويه ديال الابزار والقليل من الملح. اللي بغات تستغنى على الملح ما ديرهاش، لان مازال يعني الساندويتش غادي نعمرو بالجبن وحوايج مالحين. فاللي ما كتبغيش الملحه بزاف، من الاحسن انها دير البيشاميل بدون ملح. وكنقدروا نستعملوها في بزاف ديال الحوايج. هاد الطريقه مختلفه على ديال الزبده والدقيق والحليب، يعني ضفت ليها مكونات اللي عطاو لها نكهه زويونه. بعدها كنزولوا ورقه سيدنا موسى وكنزولوا الثومه وغادي نديروها في شي اناء. غادي نوضعوا عليها البلاستيك الغذائي مباشره باش ما تعمل ليناش القشره. هنايا غادي نجيبو الطوست اللي غادي نديرو فوق ورق الطهي، وسخنا الفران على 200 درجه. غادي ندخلو الفوق خبز باش يتحمر واحد شويه، وكنقلبوه يعني كنطيبوه على جوج ديال الجهات. كنخليوه شويه في الفران وكنزولو نقلبوه ونردو للفران حتى كيرجع مقرمش شويه، عاد غادي نزولوه. وهنايا غادي نوجدو الفرماج، الجبن الاحمر، بعد ما كيتحمر لينا شويه الطوست غادي نوجدو الحشوه اللي غادي نعمرو بها.
فانا غادي نستعمل الجبن وشرائح ديك الرومي المدخن والتونه والبيشاميل، وانتم كتبقى الحشوه حسب الاختيار ديالكم. هنا كندهنوا الخبز بالبيشاميل، غنضيفو من الفوق الفرماج والتونه اللي كنصفيوها مزيان من الزيت ديالها. بعدها نضيفو الديك الرومي المدخن، تقدروا ديروه غير هو بوحدو او ديروا التونه بوحدها او ديروا اي حشوه بغيتوها نتوما، باستثناء الجبن والبيشاميل فهادو ضروري اننا نعملوهم. فالحاجه المميزه في هذا الساندويتش هي البيشاميل، كيعطيه واحد المذاق اللي هو رائع. نتمنى انكم تجربوه، اللي عندهم الوليدات غادي يعجب ليهم بزاف. كيف لاحظتوا انا حطيت يعني واحد على واحد، كنديروا جوج وكندهنوا مره اخرى بالبيشاميل وكنزيدوا من الفوق الفرماج. اذا فغنشكلهم كلهم بنفس الطريقه، كندهنهم بالبيشاميل كنزيدوا الفرماج ثم التونه والديك الرومي المدخن وكنحطوا وحده على وحده، كندهنوه من الفوق بالبيشاميل وكنزيدوا الفرماج. وسخنا الفران على 200 درجه، كنشعلو من التحت ومن الفوق وكندخلهم حتى كيتحمروا ليا، عاد كنزولهم. كنبقاو نضغطو عليه واحد شويه باش ملي كنجيو نقطعوه يعني ما كيتفرتتش لينا. هنا كملتهم، غادي ندخلهم كيف قلت لكم الفران على 200 درجه وخرجتهم باقي يعني مازال غادي نردو الفران حتى غادي نقطعوه. غادي نردو الفران مره اخرى، غادي نشعل عليه غير من الفوق هنا، لان كيف كيبان لكم الفرماج والبيشاميل باقي اللون ديالهم بيض، خصهم حتى يتحمروا واحد شويه. انا خرجتهم قبل باش غادي نقطعهم وغادي نردهم مره اخرى، غادي نشعل عليهم غير من الفوق. اذا البنات كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم،
نتمنى انكم تجربوا الوصفه وغادي تعجب لكم، تقدر تعجب لكم. وكيف قلت لكم تقدروا تختاروا الحشوه اللي بغيتو نتوما حسب الاختيار ديالكم. اذا البنات، الى عجب لكم الفيديو بارطاجيوه مع صحاباتكم وخلوا لي التعليقات نعرف ارائكم. واللي مازال ما اشتركاتش في القناه تشترك. والى الوصفه المقبله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.